لنفسه. هو الآن صاحب سلطان ولا لا؟ أعوذ بالله. قلت إنه النبي عدو لنفسه. هذا كذب، هذا كذب وتدليس من جنابكم. طيب قلت إنه النبي عدو لنفسه ولا لا؟ عدو لنفسه السيئة ومكنه الله. الله أكبر. اسمع أخواني سجلوها. النبي عدو لنفسه السيئة، يعني النبي عنده نفس سيئة. أعوذ بالله. تفضل. يا جاهل عشان تدافع عن حديث تدخل نفسك في كفر. يعني انت عشان تدافع عن حديث وعن قصة لا ليها علاقة بالعقيدة ولا ليها علاقة بالتشريع ولا ليها علاقة بالعبادات، تدخل نفسك في كفر وتقول ان النبي صلى الله عليه واله وسلم وحاشاه عنده نفس سيئة. يا اخي انت ايه؟ انت ايه ملتك؟ الحديث ده لا يترتب عليه اثر. يعني الحديث ده لو انت انكرته هتبقى سني، وهيبقى عمر بن الخطاب هو الفاروق، وهيبقى كل عقائدك مش مهزوزه في شيء. لا يوجد صوت يا قول الحديث ده فيه شبهه، فيه ريبه. لحظه محمد عماره. هتكفر نفسك يا راجل، هتكفر نفسك عشان خاطر تنقذ عمر. فيه مسألة أخرى حجي، اللي هو هذا مصر على أن هذه النساء نساء من قريش. إذا كررتها بسلطان وجب عليك أن تقول أن علماء كذبة وجهال. لا يوجد. ما عندي كلام معك بعد. تكررها تقول أنه هن من يقول للرافضي لك يعني أنت والله دوشك مال إهاين مثل ما قال حج جواد. يعني أنت عجيب، جاهل، أحمق، مدلس، كذاب، كل الصفات السيئة فيك حقك، لأنه أنت ابن من قال عنها رسول الله فاحشة. يعني أنت تقول أنه الرافضي أوحى له، وهو الكلام مال علماء السنة. العيني القاري رافضي، المبارك فوري رافضي. لك أنتم يعني ما تستحون. كتب علماء أهل السنة تقول هن نساءه، نساء من قريش. يعني شنو من قريش؟ يعني المفروض انت الان لو عندك عقل تفتهم ان تعرف اي من نساء رسول الله كنا حصرا من قريش من نساء رسول الله، لان ماريا ما كانت من قريش، صفيه ما كانت من قريش، ما ادري منو ما كانت من قريش. فهذه تضيق الدائره. نساء من قريش هذه تضيق الدائره، هن نساء، هن ازواجه. فبالتالي اذا كان الرافضي اوحى له، يعني علماءك روافض، كافي كذب، كافي تدليس. انت يعني والله تعطي صوره سيئه جدا جدا. والله انا ضدك ابو باقر. لما تقول لك كافي كذب، شلون يعيش؟ هو عايش على الكذب. والله عايش. هم هذول عايشين على الكذب. تفضل اخونا خالد.